من هنا بينزل تحت في الجركن من تحت. ماشي خلاص. هنقطع دي برضو قطع شمعيه اهو كده. ماشي اهو. القطعه اللي تحت ديت هناخدها برضو كده. بننضف الحته الفاضله وبيرجع للفراز تاني وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي أعزائي مشاهدي قناة المراد، اليوم النهاردة إحنا في المنحل ثالث أيام العيد الثلاثاء 18/6/2024. الحاج محمود علي حاتم ابن أخويا ابن عاطف أبو مراد، عصام مراد طبعا صاحب المنحل، ابننا اسماعيل من الحاج خالد ابو عبد الله. طبعا اللي بيصورنا الحاج عبد الفتاح ابو نار، هنشوفه كده معاهم. اتفضل نسمع الكلمه بتاعتك. ايوه حبيبي. حلوه. ايوه يا عم اتفضل. كل سنه وانتم طيبين جميعا. علي صوتك. ويعود عليكم وعليكم خير، والسنه الجايه يا رب يكون المنحل دوت لغايه الاخر كده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الحاج محمود وسع كده يا حاتم، كل واحد بقى لوحده بقى. الحاج محمود المنحل وراه. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله النهارده هنفرز العسل ان شاء الله، عسل طبيعي 100%، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. ودي تاني سنه انت معانا ان شاء الله. حاتم طبعا، حاتم ده بيعتمد عليه الشغل كله. كل سنه وانتم طيبين. لانه هو اللي بيطلع البراويز ويفضيها من النحل، وبعد كده بتدخل على الفراز. وهنشوف مرحله مرحله. اول مرحله هنشوفها مع حاتم دلوقتي. اتفضل يا حاتم على شغله، ورينا كده هتعمل ايه. طبعا حاتم دلوقتي على الخلايا اهو، بنطلع ماشي على طول. ماشي يلا. بينقط النحل من على البراويز وبيحط في الايه، في الصندوق الفقري. دي اول مرحله زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. نحل العسل خاتم اهوت. ماشي يلا يلا. بسم الله ما شاء الله. يلا بسم الله ما شاء الله. ايوه ده طبعا شمع جديد كله اهو. ماشي يلا. ماشي. احنا طبعا اتاخرنا حوالي 5 ايام على الفرز، واحنا طبعا يمكن ثالث يوم العيد مضطرين نفرز مع ان الوقت ضيق وكل حاجه، لان النحل بيرد. ماشي بيرد على العسل وبياخد منه لما بتقل الايه في الظهور في الغطاء. ماشي بسم الله ما شاء الله اهو. يلا ماشي. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ماشي. دي اول مرحله احنا بنعملها، وبعد كده بندخل بنقشط بقى. والاخير طلع الاخير كده، وريني الاخير. الاخير من ناحيتي جنب الغزايه. ايوه بسم الله ما شاء الله. ايوه ماشي. الله اكبر. خلاص نفضوا وهاتوا على هناك. ده احنا دلوقتي الشمع الجديد ده يبقى قويه شويه. احنا بنرفع كده، بناخد منه ايه اهو. زي ما انتم شايفين كده بيتباع زي ما هو كده قطعه شمعيه. بقيه البرواز بيتنضف وينزل للفراز عادي خالص زي ما انتم شايفين. هنشوف واحد كمان. هو كويس. يلا اهو واحد كمان اهو. خالص خالص يا عم. ماشي خلاص. هنقطع دي برضو قطع شمعيه اهو كده.
ماشي. اهو القطعة اللي تحت ديت هناخدها برضو كده. بننضف الحتة الفاضلة وبيرجع للفراز تاني. حاج عبد الفتاح دي الفراز يا جماعه. الحاج محمود علي اسماعيل، بسم الله ما شاء الله. دي اهم مرحله، دي ثالث مرحله. ماشي. طبعا هنا نجيب العسل بعد كده لما يبدا يظهر ويكبر براحتك بقى. ما تقفلش بقى الا لما تلاقيها بتهدى شويه يا محمود. ماشي. عايزين نشد الفراز كده شويه ناحيتك، ولا انت بتريح كده؟ طيب مفيش مشاكل. ايوه زي ما انتم شايفين الفراز، وادي البريد في قلب الايه؟ الفراز. ماشي. البرويز في قلب الفراز. هو دلوقتي بيلف الايه؟ البراويز عشان يتعمل الجانب الايه؟ الاخر. بسم الله ما شاء الله. على الحاج محمود. بسم الله. طبعا كل ده يدوي، ده شغل يدوي، مرات شغل يدوي. في كهرباء بس احنا ما بنحبوش قوي لانه بيكسر البراويز غالبا يعني. مرتين كمان زي كده واحد. كمان مرة وبعد كده تحت. بعد كده هنقف لمرحلة الايه؟ التعبئة بقى بعد كده. بسم الله ما شاء الله. عسل آخر مرحلة، آخر مرحلة مرحلة التعبئة. بعد ما بنشغل الفراز وبيتجمع العسل في الداخل بنبدأ نعبي زي ما انتم شايفين. في شفاء للناس. معانا الحاج محمود علي اسماعيل. مساء طيب يا حاج محمود. صحة وسلامة وعقبال السنة الجاية إن شاء الله، وعقبال القطة بتاعت الموالح. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. نقفل؟ لا لسه شوية. بنعبي شوية شوية. اقفل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نقفل خالص كده عشان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كل عام وأنتم بخير. أحد مشاهدي القناة. النهارده 18 ثلاثاء 18/6/2024، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وربنا ينصر أحبابنا وأشقائنا في غزة، وينصر المستضعفين في كل مكان، اللهم آمين. احنا مرينا بمراحل النهارده في فرز العسل، ودلوقتي آخر حاجة ده من الفراز كان الحاج محمود شغال عليه، ودلوقتي احنا هنصفي الايه؟ العسل. العسل دلوقتي نازل من الفراز. طبعا دي زهرة نوارة البرسيم. بسم الله ما شاء الله. احنا بنفرز هنا فرزة او فرزتين، يعني ممكن نفرز نوارة البرسيم ونكتفي على كده، واحيانا بنكون خدنا قبلها زهرة الموالح. مش طول السنة الناس يعني بتفرز كده وتغذي وتفرز والكلام ده، طبعا الكلام ده كلام مش مظبوط. احنا بنفرز فرزة واحدة في السنة وربما مرتين، لان ده تبع الظهور اللي في الحقول. خلاص زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي الفراز بعد ما بتملي تقريبا الجزء الاسفل ده عشان البرويز بيبقى فوق، بنبدا زي ما احنا عملنا دلوقتي كده نعبي ونحول للجرح. بسم الله. افصل بقى، افصل افصل. تعال 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 شوف. تعال شوف. من هنا بينزل تحت في الجركن من تحت.